صدق او لا تصدق ان التلاتة صفر اللي احرزها فينا النادي الاهلي امبارح كان ممكن تبقى 6. بكلمك بجد، كان ممكن تبقى 6. هتسألني ازاي؟ هقول لك التلاتة اللي دخلهم النادي الاهلي. تمام. خد عندك ضربة جزاء ضيعة من تريزيجيه، كده 4. هدف محقق بيشيله حسام عبد المجيد من على خط مرمى المهدي سليمان، كده 5. تسديدة من بره ال 18، مش عارف مين اللي سددها وصدها المهدي سليمان، كده 6. تخيل، احنا امبارح كنا هنشيل 6 من الاهلي، ستر ربنا طلعنا بفضيحة 3 بس. حسام عبد المجيد امبارح عمل معانا الصح. حسام عبد المجيد اللي عايز يحترف بره في اوروبا، احلى مسا عليك. عامل 2 اسيست للنادي الاهلي ومضيع ضربة جزاء، يعني قصاد الهدف اللي انقذه من مرمى المهدي سليمان امبارح عمل قصاده 3 اهداف. 3 اهداف اسيستين للنادي الاهلي، ومضيع علينا ضربة جزاء. ضربة الجزاء دي لو كانت سجلها لحسام عبد المجيد كانت هتفرق معانا جامد، كنا هنبقى 2-1. طب تخيل الكرة اللي ضيعها ناصر منسي في الدقيقة 12، كنا هنبقى 2-2. كنا هنبقى 2-2 يا عم. ده بص، اجراءات المباراة اصلا كانت هتتغير 24 درجة لو هدف ناصر منسي جه. لو كانت ضربة الجزاء دي جات كانت مجريات المباراة هتتغير. الدنيا بايظة يابا. الروح والجرينتا والعزيمة اللي كنا متعودين عليها من أول الموسم ما لقيناهاش، لقيناها في لعيبة الأهلي. لعيبة الأهلي داخلة بروح وجرينتا. بس أنت تعرف إن جماهير الأهلي كلهم كانوا مرعوبين وخايفين أصلا من المباراة دي. وسبحان الله، اللي تخاف منه يا أخي ما يجيش أحسن منه. والله أنا واحد من الناس كنت عشمان خير في شعار نادي الزمالك والفريق، وكنت واحد من الناس بقول ان الزمالك هيفوز، بس كنت غلطان. بس خلي بالك، انا من جوايا كنت عارف ومتاكد ان الاهلي هيغلب، بس كنت بعشم نفسي. كنت بقول لا، ده جمهور الزمالك هيوقف وهيدعم، ولما يدعم ويوقف اللعيبه دي هتخلي عندها دم وهتلعب بروح وجريندا. لو ما فيش فنيات قضيها رجوله يا اخي. لا، ما فيش ولا فنيات ولا في رجوله. ربنا سترها، اقسم بالله كنا هنتغلب امبارح 6-0. مش هقول لك 6-1، لا هقول لك 6-0. عليا النعمه لحد ما الموسم يخلص، ويمكن كمان يجي الموسم اللي بعده مش هنخلص من تحفيل الاهلاويه علينا. والله 6-0. ربنا سترها امبارح. خلي بالك، امبارح لو كان الاهل، لو كان الزمالك يا عم، لو كان الزمالك فاز في المباراة دي كان هياخد 3 مليون و100 ألف مكافآت تتوزع كده على اللعيبة. والله بكلمك بجد. 3 مليون، منهم مليون من ممدوح عباس، منهم 100 ألف للإدارة، منهم 200 مليون، 200 مليون قال، منهم 2 مليون لرجل أعمال أنا مش متذكر اسمه إيه. بس والله العظيم خسارة في اللعيبة دي، بجد والله العظيم خسارة فيها. اقول لك السيناريو اللي المفروض انك انت تسمعه، السيناريو اللي هيرعبك حرفيا يعني. نادي الزمالك المفروض يلعب 4 مطوشة، تمام؟ 2 في الدوري غلبهم، اخذ الدوري. 1 ذهاب وعودة في الكونفدرالية النهائي، كسبوا هياخد الكونفدرالية. كده ايه، خدنا دوري وخدنا الكونفدرالية. طب اصدمك، تسمع بقى السيناريو، الفيلم الرعب بقى اللي انا راسمه، ويا رب يا رب بجد يعني ما يتحققش، عشان لو اتحقق انا ممكن تجرى لي حاجه.
نادي الزمالك هيلعب مع سموحه الماتش اللي جاي، وبعديها هيلعب مع سيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا اللي طلعك من الكاس، واللي كان في اليوم ده بيلعب كرة سريعة وجرينتا وفنيات ورجولة وروح. أنا حسيت إن سيراميكا كليوباترا ده ريال مدريد بيلعب قصاد نادي الزمالك، أو فريق أوروبي جاي من بره، خرجك من كأس مصر. ده أنت هتلعبه بقى في آخر مباراة في الدوري. تخيل بقى، أنا مش هقول لك أنت خسرت من سيراميكا، لا، أنا هقول لك أنت كسبت سيراميكا، وجيت خسرت من يا عمي، كسبت سموحه، تمام، كسبت سموحه، وجيت خسرت من سيراميكا كليوباترا. مين هياخد مكانك لو فاز الماتشين بتوعه؟ بيراميدز. ففي الحاله دي بيراميدز لو فاز الماتشين، والاهلي لو فاز الماتشين، ما هو كل فريق ليه ماتشين يلعبوا. الاهلي فاز ماتش، لا قدر الله خسر الماتش الثاني، كده هو ايه؟ ما خدش الدوري، خسر. راح مين مكانه؟ بيراميدز اللي كسب الماتشين، كده بيراميدز اخد الدوري. تمام. طيب، مين هياخد مين هيلعب في المركز الثاني في بطولة افريقيا؟ النادي الاهلي مكانك. يعني النادي الاهلي اخد مكان بيراميدز ولعب في بطولة افريقيا، وبيراميدز اخد مكانك انت يا زمالك واخد الدوري، وانت هترجع تاني مكانك في المركز الثالث وهتروح الكونفدرالية. يعني من اول الموسم دعم دعم دعم، وفي النهاية نتعشم على الدوري وبطولة افريقيا، وترسى برضو على الكونفدرالية، اللي كنا بنقول الاهلي هيروح الكونفدرالية وفرحانين فيه. طب تاخد السيناريو التاني بقى، بص، اللي هيبوظك خالص بقى. انت هتلعب مع اتحاد العاصمة ذهاب وعودة، واتحاد العاصمة لسه ملاعب شباب ويزداد من كام يوم واخد منها الكاس. انت مش هقول لك انك انت هتخسر في ارضك، لا، هتكسب يا عم في ارضك، بس ممكن لا قدر الله تخسر في ارضهم وهم هناك سكور عالي، فانت ما تعرفش تعوضه في ارضك وسط جماهيرك. ففي الحاله دي ايه؟ في الحاله دي تخسر الكونفدراليه، تروح منك، يبقى انت ايه؟ خسرت الدوري، وخسرت بطوله افريقيا وما رحتهاش، وبقى مكانك في الكونفدراليه الموسم اللي جاي مكان الاهلي، وكمان خسرت نهائي الكونفدراليه. العشم اللي احنا متعشمينه من اول السيزون كله راح في الهوا يابا، كله راح في الهوا. ما انت لو لعبت برجولة وكسبت مباراة انبي وتعادلت يا عم قصاد الاهلي، مش هقول لك يغلبه. بص، سيراميكا كليوباترا ده مش ما كناش اصلا هنبص على المباراة بتاعتها. يا عم ارحمونا بقى يا عم، ارحمونا بقى يا عم، لو ما فيش فنيات قضيها رجولة يا اخي. بص، كل التحية والتقدير بجد لجمهور الأهلي، للدخلة اللي حصلت امبارح، وهي السبب الرئيسي لعودة الروح للاعيبة نادي الأهلي. هي السبب الرئيسي في فوز لاعيبة النادي الأهلي امبارح. لاعيبة الأهلي امبارح كانوا بيلعبوا بروح، كانوا بيلعبوا بروح فعلا. أخدوا منك روحك، أخدوا منك الجريندا بتاعتك. بص، ده هما، أنا مش عارف، أنا والله المدرب بتاعهم، انا مش عارف. انا حسيت ان جوارديولا هو اللي واقف على الخط. ايه ده يا عم؟ هو ده المدرب اللي انتوا عمالين تشتموا فيه بس خلي بالك، المدرب ده ملوش دعوه، المدرب ده على الله حكايته. هي كلها فرديات من اللعيبه، مجهودات فرديه من اللعيبه. انت عارف، لو السيناريو اللي انا قلته لك ده بجد حصل، والزمالك ما خدش الدوري ولا خد الكونفدراليه، يا نهار ابيض عليا النعمه، تبقى نصيبه. اه والله العظيم، اقسم بالله بجد. انا مش عارف، انا ممكن يحصل ايه يعني لو حصل الكلام ده. طب اقل ما فيها يا عم ناخد الدوري وبلاش يا عم الكونفدراليه، ناخد الدوري ونلعب يا عم في بطولة افريقيا. والكونفدراليه يا عم مغالب ومغلوب بقى، عادي، هي الكوره. بس احنا نعمل ده كله في الدوري